الجميع استعداد طلبتي جمعا كليا. طابيس. طبعا إسرائيل دولة محتلة لأراضي سوريا، ووسعت من منطقة احتلالها للأراضي السورية مثل تركيا. ما في حدا أحسن من حدا يعني. إذا نظام أبو محمد الجولاني لا يدين، ينبغي عليه أن يدين إسرائيل على الاحتلال، ينبغي أن يدين تركيا أيضا، لأنه تركيا أيضا دولة محتلة. ما في خيار وفقوس، يعني ما في احتلال إسلامي واحتلال يهودي. لكن نظام أحمد الشرع كان عادل في هالموضوع، يعني طوبز للاحتلالين، عادل في عملية الطوبزة. نظام أحمد الشرع الطوبزة للإسرائيلي مثل ما ذكرت أنه بلشت بزيارة جوناثان باس والرسائل التي حملها الشرع أو الجولاني للإسرائيليين. وأيضا في تقديري أنه بعد تلك الزيارة أو بالتزامن مع تلك الزيارة هنالك تصريح مشهور ومعروف ومنشور على النت في 31 مايو أيار الماضي. صرح أحمد الشرع أنه لدى سوريا وإسرائيل أعداء مشتركين، ولهم أيضا أصدقاء مشتركين، بس إسرائيل ما بتطوبز لتركيا اللي هي صديق مشترك ما بين أحمد الشرع وإسرائيل. إسرائيل ما بتطوبز لأمريكا لأنه هي صديق مشترك بين أحمد الشرع وإسرائيل. لهم أصدقاء، الأصدقاء المشتركون معروفون. أصدقاء المشتركين بين إسرائيل ونظام أحمد الشرع معروفين. الأعداء المشتركين مين؟ جاوبوا. خلي الميليشيا والدربكتشية والهشك بشك وعنايات أبو سنة وسلوم اللاعرع وزكي المفش وعلي بلاميطة الموجودين في الإعلام، إعلام أحمد الشرع، يردوا. الأعداء المشتركين حماس، حزب الله، التنظيمات الفلسطينية، وإيران. في شيء أعداء مشتركين تانيين؟ قولوا إذا في، اكتبوا يعني، أو قولوا إذا هنالك، إن كان هنالك أعداء مشتركين بين إسرائيل وأحمد الشرع. شو بيقول أحمد الشرع؟ لدى سوريا وإسرائيل أعداء مشتركين، ويمكن للبلدين لعب دور رئيسي لحفظ الأمن الإقليمي مهم. هذا كان تصريح أحمد الشرع، رسالة واضحة وصريحة أنه يا إسرائيل نحن جاهزين للطوبة، ترى في عنا أعداء مشتركين. الأصدقاء المشتركين ما رح نحكي عنهم، لكن الأعداء المشتركين موجودين ومعروفين، ونحن مستعدين للتعاون الأمن الإقليمي. الأمن في المنطقة ومشكلة إسرائيل في المنطقة مشكلة أمن، يعني أي شيء يهدد أمن إسرائيل ولو كان في إفريقيا أو في الأرجنتين بتروح يعني بتلاقي له دبارة، بتلاقي له حل. والشرع يعرض خدماته الطوبزية للإسرائيلي بدون خجل، بدون حياء، بمنتهى الوقاحة. هذا التصريح لم يقله حافظ الأسد. لدى سوريا وإسرائيل أعداء مشتركين، ويمكن للبلدين لعب دور رئيسي
في حفظ الأمن الإقليمي. هذا التصريح لم يقله حافظ الأسد، لم يقله بشار الأسد، لم يقله وليد المعلم، لم يقله أي من وزراء أو مسؤولي نظام الأسدين في الدرجة العاشرة. قالها أبو محمد الجولاني أحمد الشرع، موجها الرسالة مش لإلي ولا لإلكم، موجه الرسالة لإسرائيل. يا أولادين الأحبة، طيب مع هذا التصريح لماذا ما طلع واحد محترم ابن الأحبة المحترمة ورد على الجولاني من داخل إعلامه وقارن، أجرى هيك مقارنة ما بين نظام الأسد اللي هو أيضا يعني كان مطوبز للإسرائيلي، بس الجولاني لديه فجور في الطوبزة، فجور في الطوبزة بمنتهى الوقاحة في مواجهة كل السوريين. يطلق هكذا تصريح في 31 أيار ولا أحد بيرد عليه. أنا طبعا رديت عليه في حينه يعني، لكن الآن لأنه عم أسلسل عمليات الطوبزة فيما يتعلق بالطوبزة للإسرائيلي لا يمكنني أن أغفل هكذا تصريح. رامي مخلوف اللي ما كان يعني له صفة رسمية في النظام السابق، كمان في نفس هذا الشهر أو في نفس تصريح الجولاني في شهر مايو، في شهر أيار، تصريح الجولاني كان في 31 مايو 2025. تصريح رامي مخلوف كان في 10 مايو أيار 2011. شو بيقول رامي مخلوف؟ ما بيقول يعني بوقاحة الجولاني، لا، بيقول انه يعني لن يكون هنالك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هنالك استقرار في سوريا. هذا تصريح صحيح استفزازي، لكن جرعة الاستفزازية أخف من تصريح الجولاني. وقت ذاك هؤلاء الموجودين في الإعلام في السلطة هاجموا مخلوف ونظام بشار الأسد على هكذا تصريح. هذا سقف التعامل والمناشدة والإبداع حسن النوايا من نظام بشار الأسد تجاه إسرائيل. إذا وضعنا هذين التصريحين أو النظامين في التعامل مع إسرائيل وعملية الطوبزة وعرض الخدمات، كفة من ترجع لجهة السفالة؟ كفة نظام أبو محمد الجولاني. أنا لا أقول أنه نظام بشار الأسد ليس بسافل، نظام سافل، لكن نظام أكثر سفالة، نظام سيء، نظام أكثر سوءا. هذا هو مقصدي من الكلام. المهم الطوبزة للإسرائيلي مستمرة، وهي خذوها يعني. أبو محمد الجولاني باع الجولان، يا سوريين يا بني أمية. طبعا مش مهم بالنسبة لهم، مش مهم. بيحكوا كتير عن الوطن والوطنية، بس مش مهم انه خلاص الجولان رايح، مش نحن اللي بعناه، حافظ الأسد، بس انت وقعت على التنازل النهائي عن الجولان للإسرائيلي. يا أولادين الأحب المحترمين والمحترمات، طيب مع كل هاي الطوبزة للإسرائيلي واللي بيقصفكن، يقصف وقصف مبنى هيئة الأركان، وقالكم قبل كم دقيقة أنه فضوا للمبنى بدنا نقصفه يعني، وأنتم التزمتم
انه تفضوا المبنى وجرى القصف، ولا واحد انقتل من قيادات او عناصر الجولاني، لانه جرى اخلاء المكان للقصف الاسرائيلي. بعد كل عمليات القصف يجتمعون في باكو مرة ثانية ومرة ثالثة ومتفقين، وباع الجولاني، باع الجولاني يا قطيع الماع، قطيع الجولاني باع جزء من البلد لم يجرؤ حافظ الأسد على بيعه، تركه لكنه لم يبيعه. هذا بالمشرمحي بالوقاحة، أنه خلاص حافظ الأسد وبشار الأسد طوبزوا للنظام السوري في السر، لا، هو رح يطوبز بالعلن. هذا اللي اسمه وقاحة وفجور في الطوبزة اللي بيمارسه نظام أحمد الشرع. طبعا مع كل هذه العمليات الطوبزة للإسرائيلي، بكل تأكيد ينبغي أن يكون هنالك طوبزة للأقربين، للعرب، للدول العربية. الأقربون أولى بالمعروف. دولتان رئيسيتان تتحكمان في الاقتصاد، اقتصاد العالم العربي، خاصة في منطقة الخليج، السعودية وقطر. نظام الجولاني طوبز للاثنين، وهنالك تمثيل لوزراء محسوبين على قطر. الثقافي أبو الكرامة، طبق الكرامة، ووزير الإعلام بشكل أو بآخر، الدكتور حمزة مصطفى، اللي أنا حضرت له ندوة في 2018، وكانت من أجمل الأوراق البحثية في نقد الفصائل الإسلامية، ومن ضمنها جبهة النصرة. وشاءت الأقدار وشاءت الأيام والتعيينات والأوامر أن يكلف بأن يكون وزير إعلام في هذه الحقبة الأكثر وساخة في زمن النظام السوري. مجازر ضد العلويين، مجازر ضد الدروز. وأنا شخصيا يعني ما بشوفه، يعني حمزة مصطفى ينبغي له أن يترك هذا المنصب، لأنه عمليات الطوبزة هي كلياتها والتلطخ بالدم السوري الداخلي هي يعني تسجل عليه، بحكم أنه هو جزء من هذه التكوين الذي يفترض بأنه يدير سوريا، يعني على أساس أنه حكومة وطنية ودولة وطنية والقصص هي. هو يرى ما يراه مناسبا وما يليق به، هذا رأيي يعني. فالطوبزة أيضا للمحيط العربي على مبدأ الأقربون أولى بالمعروف. طالما هنالك طوبزة للأمريكي وللإسرائيلي وللتركي، خلاص فالعربي كمان على البيعة، مش مشكل يعني. طبعا مش على البيعة، لأنه في رؤوس أموال، في دعم، في تغطية، في مساندة، في رعاية. الطوبزة للعربي مش بلاش، لا، مدفوعة الثمن. إذن كمان نوع آخر من الطوبزة مارسته حكومة أحمد الشرع أبو محمد الجولاني.